مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني. بعد ما غسلت الكبده ونقعتها في ليمون وبعدين غسلتها تاني. جبت الجريلا وحطيت السمنه والزيت شويه وشويه عشان الكبده ما تلزقش. وبعدين حطيت الكبده في الجريلا بشوحها. هفضل اشوح فيها شويه لغايه لما الميه اللي فيها تنزل. اهو بتتشوح. وبعدين حطيت البصل اللي انا كنت فرماه على جنب، كنت مقطعاه. الجو حر خالص وانا بعمل الاكل بالليل في المطبخ، مش بعمل الاكل الصبح، فعشان كده بنقي الاكلات السريعه الخفيفه. وبرضو احنا بنحبها الكبده دي مع الكاتشب في السندوتشات، بتبقى اكله بسيطه وسريعه. بشوح الكبده مع البصل. وبعدين كنت مقطعه الفلفل الاخضر والثوم. فلفلايه رومي كبيره اللي لقيتها في التلاجة، وكان عندي فلفل شطه صغير قطعته. وبعدين جبت البهارات بتاعتي. الأول رشيت رشة ليمونة، جبت نص ليمونة كده ورشيتها، وحطيت شوية خل. رشيت ليمون وخل على الكبدة وهي بتتشوح، لازم التركاية دي. وبعدين جبت البهارات الكبدة الاسكندراني كانت عندي، حطيت البهارات. وبعدين جبت بهارات التوابل، خلطت مع بعض الفلفل الأسمر والبابريكا والسبع بهارات مع بعض والشطة، وحطيتهم مع بعض مرة واحدة وهشوحها زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هسيبها. أكلة بسيطة، ويعني روتين الأكلات الصيفي بتبقى خفيفة. ما بحبش أزود في وقفة المطبخ عشان الجو حر. وملحتها، حطيت الملح. وبعدين هقلبها واسيبها بقى شوية لغاية ما تنشف. انا طبعا ما بزودش مية خالص عشان الزفارة، هي المية اللي بتنزل منها هي اللي بتسويها، ولما بتنشف وخلاص. وبعدين جبتها اهي، خلصت. وهعمل السندوتشات. وكانت الأكلة السريعة معانا النهاردة بصراحة، ده الغدا. يعني انا بتغدى في متاخر كده، يعني مع العشاء او بعد المغرب بشويه، ومش بتعشى غير حاجات خفيفه، ممكن زبادي او لبن رايب او فطير وعسل. وده كان الروتين النهارده. صلوا على النبي في الكومنتات وحطوا اللايك واعملوا مشاركه للقناه.